القصة اليوم ظهر حدثت في عام 1353 في بداية عهد الملك عبد العزيز. هذا رجال وكانوا ما استوطنوا في خيام بيوت شعر، متزوج، عنده عيال، عنده 3 زوجات، وراعي عامود، ينقل عامود بيوت شعر. ما بعد التنظيم اللي صار في هذا الوقت الملك عبد العزيز، ما بعد صار في تنظيم بالنسبة للقوات. هذا إلى الآن توها الدولة. جو 3 سلابة حنشل وأخذوا حلال هذا الرجال. هل هي غنم أو إبل ما ذكر لي، ولكن ساقوها. صح نص الليل معه بندقه، اتبع أثرهم، امشي. يوم طلع الصبح لهم رجالين، قال يا الربع ردوا الحلال، ردوا الحلال، معهم بندق واحد. ما حنا برادين، هذا كسب، هذا مدري ايش. صار بينهم، قم خذ البندق واطلق الأول واذبح اللي معه البندق، ويطيح البندق في الثاني وقم بيذبحه، قم خذه واضرب الثاني واذبح الثاني، وخذ الحلال ورده. راح لمير قومه وقال يا فلان، قال نعم، قال أنا جوني 2 حنشل بيسرقون حلالي وتراني ذبحتهم، وش الرأي؟ حنا وش وضعنا؟ قال رح للأمارة وسلم نفسك، وهم يرسلون خوي ويشوفون الوضع كامل، خليك نظامي، حنا الآن تحت حكم دولة. قال هذا اللي تشوفه؟ قال لي. قال هو يروح للأمارة ويدخل على الأمير، قال هذا ما صار، أنا في بيتي وهذا وضعي وهذا وضعي وأنا رحت دفاع. أرسلوا لأخويا وشافوا الوضع، وحيلت إلى شيخ قاضي في أقرب منطقة سجن فيها فترة الرجال هذا. قم الشيخ ويوم شاف الوضع هذا وقصصين الأثر والأمارة، وأطلب منه اليمين الغموس أنك ذبحتم دفاعا عن نفسك، وأن هذا اللي صار. ويقسم بالله العظيم أنه فعلا هذا اللي صار. أنا ذبح الأول على أساس أنه حاول فيه ما رده، يوم مد السلاح علي أني ذبحته، والثاني لحقت إياه. قال أجل، ويطلق صراحة بهذا الحلف. يقول رجعت لكني خفت من جماعة هالرجاجين، وهم قريبين من حولنا. هو في منطقة في غرب المملكة، في جنوب غرب المملكة. يقول خفت على عيالي. أنا عندي من زوجتي الأولى 3 عيال، ومن زوجتي الثانية ولد، وزوجتي الثالثة حامل، وعندي حلال، وأنا الحالي وعيالي توهم جذعان. يقول وأنا أشد حلالي كله وأسكر كل ما عندي، يقول وأطلع للشمال وأجي جنوب حايل وأغير اسمي وأغير اسم عيالي وأعيش. يقول ولد زوجتي الثالثة جابت وليد، وهو بطل القصة الولد هذا اللي اسمه سعد. يقول جاني سعد وأنا ذبحت معي، هو عزم اللي حولي، وامسكه وأحطه في حضري. قلت والله ما أدري يا سعد أذوق نفعت كل لا. عاش الرجال، يوم خذنا 5 سنين ويتوفى. أنت يا لبو، اللهم المستعان. العيال جو لعماتهم، العيال ال3 الكبار قالوا لما الولد الوسطي اسمه محمود، العيال الكبار 3 والصغير اسمه سعد. قالوا يوم محمود يوم سعد، أنتم في عز شبابكم، كانكم تتزوجون خذنا إخواننا عندنا، ما أنتم متزوجين الله يحييكم وروحوا لهالكم، بس ترى بيننا وبينكم إنسانكم تزوجوا ترى بناخذ العيال. ارجعوا الحرمتين لهم في منطقتهم، هذا بقوا في جنوب حايل. يوم خذوا لهم سنة ويسمعون أم الولد الصغير إنها بتتزوج، يركبون 2 من الإخوان يروحون لها. قالوا هذا اتفاق اللي بينهم، قالت هذا ولدكم اخذوه. خذوا سعد وجابوه عندهم، 3 إخوان وأمهم، وهم متزوجين وفي بيت هالشعر وحلالهم. صاروا في الحقيقة الوليد هذا يوم كبر سعد قاموا يحطونهم على الغنم يرعى. سعد يرعى، لكن أحيانا يصير عليه بعض المكس يطقونه، ولهم جفسين شوي عليه. واحدة من حريم العيال أيضا صلفة وتكره زوجها على الولد، صاروا يضربونه ليل نهار ما يدانونه. ما أدري هو تغذية من الأمهات للعيال أو أمر طبيعي، ما أدري يعني. يقول سعد هذا، يقول يوم كبرت عشت ذاك اليوم أنا جايبنا الغنم، يقول بكرت فيها. قالت لي زوجة أخوي ليش أنت بكرت في الغنم؟ قال والله علي حرارة وتعبان وتزذف. قالت رح ارقد. يوم رقدت يقول واسمعت تقول أخوي هذا وجايب الغنم وراقد، ويدخل أخوي علي ويضربني. يقول ضربني ضرب أقشر. يقول قررت أني أروح لأمي وانحاش. الولد الآن عمره 11-12 سنة. يقول يوم جاء الصبح اليوم الثاني، يقول أبيت عمري، يقول ما جاء المغرب إلا أهلي ضاوين والغنم ضاويه، يقول أنا سل عمري وانحاش واركض من بيت هالشعر. يقول وامشي مسيرة يوم لين العصر اليوم الثاني.
يقول أنا هلكان تعبان. يقول يوم وصلت عند هاك الهجرة اللي توها مبنية، يقول أنا أجي في ميت جوع. يقول ألقى لي ورع مع خبز بيروح من بيت لبيت. يقول وأنا أجيه أقول له عطني خبزة، يقول يعي علي. يقول أنا أتل الخبزة منه وانحاش واجي لي في ظل الشجرة يقول واكلها. هذه سيرة شخص يتكلم عن حياته. يقول أجي في ظل هالشجرة يقول واكلها. يقول أسمع المذن، يقول أروح أصلي معهم العشاء. يقول أحتري المسجد ينفضون وأنا أدور مكان أنام فيه. يقول في رجال إني راقبني. يقول راح يوم طلع يقول وأنا أتوسد الحصير وأنام. يقول هو يرجع لي قال قم قم. قلت وش فيه؟ قال أنت من أنت؟ قلت أنا طرقي. بتكرم الطرقي ولا مثل غيرك؟ يقول يوم قلت له كلمة ولا والله المسد شيء في خاطره. يقول ضحك مني على هالعمر هذا ويقول الكلام هذا. قال اقلط اقلط يا ولدي. يقول يتلني بيده، يقول يدخلني بيته، ويجي الولد اللي أنا سارق من الخبز هذا أبوه. قال يبا هذا اللي خذ مني الخبزة. قال أقول انقلع جيبوا لنا الفطور، جيبوا لنا الأكل. قالوا هم يجيبوا لي العشاء وأتعشى أنا وياهم واستانس أنا وياهم. يقول ما علمته، أنا مغير اسمي واخواني مغيرين اساميهم ولا احنا مجهولين، لان ابوي كان مغذينا على موضوع الثار ونحن عرفنا ترى ننذبح فيها الرجالين هذا. يقول جلست مع الرجال هذا اليوم الاول اليوم الثاني. يقول اسمع العيال هذيل يمه انا شفقر على امي ومن حاش ابي اشوف امي ولا نبي يعني في خاطري امي. يقول بتسيت عند الشايب يوم شافني ابتسي قال ليش تبتسي؟ قلت اخو عيالك ينادون امهم. قال انت وين امك؟ قلت والله انا رايح ندورها. يقول قال لي انت شو اسمك؟ عطني اسمك كامل. قلت تذكرت كلام ابوي، قلت خفت اني اقول اسمي ويقوم الرجال يعرفني ويصير لي ثار منه. يقول بعد جهد جهيد قلت له اسمي فلان بن فلان فلاني وانا في هاك المنطقه اللي هو فيها حول الطائف. قال يا ولدي انا عندي مزرعه والزرع باقي عليه 3 أشهر ونحصده، وانسانك تشتغل معنا في هالمزرعه يا هلا وسهلا وبعطيك كروتك وبعطيك خير، وانسانك تبي تقعد معنا على طول يا هلا، وانسانك تبي تروح لامك الله يحييك، لكني انا افضل انك تجلس معنا حتى يصير عندي دراهم اعطيك اياها تساعدك تروح لامك. قلت له بجلس عندكم. يقول ترى عنده زوجة طيبة والحقيقة قالت اجلس يا سعد اجلس عندنا. يقول انا ما اخذت في بالي، جلست عندهم وساعدتهم في الحصاد وساعدتهم في الزرع. يوم خلصوا هذا وهو يفرق لي 5 ريال ويعطيني اياها. قال هذا اللي يعذرني منك يا ولدي وبوديك عند الناس اللي ينقلون للطائف. هو ياخذني وانا اسلم على المراه وعلى عيالها واروح للمنطقه. يقول اركب لي مع هالعرب يقول يودوني للطائف. يقول يوم جيت الطائف وانشد عن زوج امي انا عندي اسمه كامل فلان بن فلان فلاني فلان بن فلان فلاني. قالوا هذاك بيته. يقول يوم قربت عنده لا في عيال عند الباب يلعبون، عرفت انهم اخواني. يقول قمت احببهم واسلم عليهم. من انت؟ قلت وين امكم؟ قالوا يقول يوم طلعت الام وتشوفني يقول انا خمها. يقول هي تبتسي وانا بتسي ويجي زوجها وحب راسه وقعد عندهم. يقول هالحين استانست وش فيك يا ولدي؟ يقول علمها. وقالت خلاص اجلس عندي يا ولدي ولا عاد تروح لاخوانك. يقول وقعد عندهم 3 سنوات، الا انه بعد ال3 سنوات زوجها سنه تململ مني شوي، تني شفت من صلافه وقالت لي يا ولدي زوجي بادني يطقك وبادي هذا معضد عندي ذهب، خذه ودبر عمرك وانطلق مع الرجال. شوفوا صعوبة الحياة. تقول ولدها عمره 14 أو 13 سنة هالطريقة دبر عمرك رح افلح. يقول أنا أخذ المعضد يقول أحب رأسها وأطلع ترى في المملكة هالكلام هذا. يقول وأروح لجدة. يقول لها في جدة في سفن يقول يبون حماليين واشتغل حمالي فيه. اشتغلت حمالي وتعرفت لي على 2 من الحمالين. يا سعد وش رايك فيه تسجيل في العسكرية؟ قال يلا توكل على الله. يقول نروح نسجل عسكر. يقولوا بدينا نترتب شوي. يقول بعد 3 أشهر جوني اخوياي 2. يا سعد قال نعم. قالوا في الدمام في شركة سبيرة وتعين وتعطي رواتب وكل العالم رايحين لها، يقصدون شركة أرامكو. قلت يلا توكل على الله. يقول اركب انا و2 ونروح الجدة. يوم جينا جدة وينشدون اخوياي 2. يا سعد الرجال اللي ماسك التوظيف واحد يقرب لك من قبيلتكم ومن فخذكم، يا ليتك تكلمه لنا. قلت خير ان شاء الله والله ما عندي مشكلة خلونا نشوفه بس. يقولوا اتمال انا وياهم قالوا تراه الليلة معزوم عند امير الفوج الفلاني خلونا نروح له. يقولوا اجي واروح عند هالعزيمة. يقول يشوفون هذاك وش اسمه؟ قالوا اسمه جريس من قبيلتكم ومن جماعتكم ورجال في خير والناس كلها تنصاه. يقول وانا اقول لاخوياي شوف الصحن اللي بيقعد عليه وانت عشى معه.
يقولوا بالفعل الناظر يوم قلط على هاك الصحن يقول أقعد أنا واثنين أخوياي معي ونسلم عليه وتوه باد يده قالوا ترى هذا ابن عمك يا شيخ جريس. يقول هو يلتفت لي قال أنت شو اسمك؟ أنا سعد. يقول أنا خايف إنه يصير هو من طلاب الدم. واضح الأمور هذه تراها. قالوا ايش سعد؟ وين قرابتك فيه معي؟ قلت أنا سعد بن فلان الفلاني. يقول يوم قلت هالكلمة ولا اللقمة في يده يقول هو قطة في الرز يناظرني يقول يصير وجهه أسود. عرفت إنه خصم من شوفته لي. يقول وأنا ويقوم يخلينا على صحن. يقول أنا أقول لأخوياي استعدوا ترى أنا بيني وبين بعض الناس ثار وخاف إن هالرجال طلب ثار. يوم ذكرت اسمي تغير وجه الرجال قال ابشر بعزك. يقول وأنا أقوم أغسل يقول له ينتظرني تعال يا سعد أبوك من هو؟ قلت علمتك. قال أقول عدلي أبوك. قال أبوي فلان بن فلان فلان. قال هو يتلني ويطلعني برا. قلت أنت أمك فلانة؟ قال إيه. قال أخوانك فلان وفلان. قلت إيه. قال ما عرفتني؟ قال لا. هذا اسمه جريس. قال أنا أخوك حمود. أفرغ أخوه حمود من المرة الثانية. يقول سبحان الله وهذا مغير اسمه باسم جريس من حاشن من الذبح. يقول هو يخمني سبحان. يقول أتخامن وياه يا هلا يا مرحبا. يقول هو ينشدني وعلم بعلومي كلها. يقول يزوي بالسيارة. يقول أخوياي يتبعوني من بعيد خايفين إنه بيصير. يقول يوم خذوا ولا الرجال يخمخم فينا وخمخم فيه ونبتسي ونطلع لي في خاطرنا كله. قالوا هو يوظفني في شركة أرامكو ووظف أخوياي 2 وتزوج وأعيش لي 25 سنة في الشرقية. يقول يا أبو عبد العزيز طبعا القصة ذكرت لي. يقول شوف سبحان الله سيرة هذا الرجل من الطائف إلى حايل إلى الدمام. هذه عيشة صارت في هذا الرجل سبحان الله. ويسر الله أمره أن أخوه اللي يوظفه ويتقابلون. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة. فيه رجل عنده 7 أبناء. هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله أبناءه جايين وراء بعض. أبو 23 أبو 22 أبو 20. وهالعيال ما شاء الله يعني فيهم شجاعة وفيهم هذا. والأبو صالح أنا أعرف الأبو زين. الأبو فيه خير وصالح. طبعا هم من أهل الرياض منطقة شمالية وساكنين لهم في حارة. وما دام العيال مع بعض وفي المدرسة مع بعض كل واحد ما بينه وبين الثاني سنة دراسية مكونين قوة بحيث ما حد لا يطق الصغير ولا يقول للكبير شيء. فالناس تخاف منهم الطلبة تخاف منهم. هذا الأمر ولد فيهم أنهم ما حد يقدر عليهم مرة وهم ما يعتدون الله حق. لكن الله يعافينا وياكم إذا اطلعوا جميع في الشارع ولا في الحارة ولا راحوا شافوا نفسهم سبحان الله قوة ما يوقف قدام أحد. الرابع منهم أو الثالث واحد منهم يا الثالث الرابع الحقيقة طلع طلوعا يعني الحقيقة لاف شاطح شوي. وصل الأمر أنه يحب التفحيط ويحب ركوب السيارات وأحيانا ما يلقى سيارة فما يتورع عن سرقة سيارة مع أخوياه ويفحطون فيها. هذا الرجل الولد هذا آذى الناس وصار مشهور في الحارة. أخوانه على خطه ما يسرقون لكنهم الحقيقة يعني يشوفونه ولا هم يعني يضحكون معه زي ما تقول يعززون له مثل ما قالوا الشباب. الأبو متضايق من هالموضوع متضايق من عياله ومتضايق من وضعهم ومتضايق انه خايف عليهم انهم يسجنون ولا يصير عليهم مشاكل ولا ينحرفون. ودائما انا اذكر الله يذكره بالخير دائما يدعي لهم بالهدايه. لكن شوف سبحان الله شلون تجي الهدايه. هذا الوسطي تعاون له مع 2 واشطحوا وصاروا مثل ما قلت لكم يوقفون السيارات. احيانا يوقفون السياره وياخذونها يسرقونها. صار عليهم حكمين. الثالث مره لقوا لهم راعي ليموزين أيام الليموزينات يمشي في الشارع ويشترون على أساس أنهم بيركبون معه من الناس اللي يترزقون الله من الجالية الشرق الآسيوية وينزلونه بالقوة ويأخذون جواله ويأخذون فلوسه ويأخذون السيارة ويقعدون يفحطون فيها في الشوارع. هذا ركب على سيارته من وراء يبي يوقفهم فيه نشاط وهم قاموا يفحطون ويطيح الرجال والله يعافينا وياكم ويصيب في ظهره زي الكسر. ودوه المستشفى وهذا لفحطوا بالسيارة. يوم خذوا 3 أيام والبحث والتحري يعرفون الثلاثة يطقون على الرجال أبو الولد وين ولدك فلان خير ايش فيه؟
قالوا طلع ولدك. الولد يقول عندي في البيت ولا اني والله تسامي عن الدولة. وش انت مسوي؟ ايش انت مسوي؟ يقول جو خذوه يوم حققوا ما ثبت عليه انه هو اللي سارق السيارة، معه 2 وهو اللي مفحط وهو اللي مسبب الأذى لهذا الباكستاني. راحت للمحكمة، يوم شافوا ملفه لقوا عليه 2 سابقة مثل هذه، هو ال2 معه، ويصدر عليهم حكم قاسي بالإعدام. ال3 الحكم إعدام اللي هو إفساد في الأرض. والحقيقة لا الأبو ولا الأم ولا الأخوان أسقط في دينهم إن ولدهم يحكم عليه بالإعدام. ما بقوا باب ما طرقوه، توجهوا لكل مكان، جاهية تونس، وراحوا يمين وراحوا شمال، ما لقوا الحقيقة أحد يساعدهم. إلى أن الحقيقة دخلوا على مسؤول كبير قال استأنفوا، أنتم عندكم محكمة الاستئناف، قدموا استئنافكم ويمكن ينظرون نظرة غير نظرة الحكم الابتدائي. بالفعل قدموا الاستئناف وقبل الاستئناف، وصدر عليهم من الإعدام إلى 7 سنوات حكم سجن. فرحوا بهال7 سنوات، فصاروا يزاورون ولدهم في السجن. من اللي يزاوره نبو الأخوان قلت لكم كانوا بادين في الشطحة. يوم شافوا أخوهم وشافوا وضعه ولا والله عرفوا، كان يترجاهم ترجي، يقول يا أخواني لا تطبون السجن، أنا داخل على الله ثم عليكم، جعلكم ما تطبونه. يقول هو ينصح فيهم، يقول أبو أنا قاعد وهو ينصح في إخوانه، يقول الله يكرمكم، ما هو مكانكم. المهم شافوا أخوهم، حتى أنه الله يجزاه خير بدأ الولد يقرأ القرآن ويهتدي في السجن. العيال سبحان الله 7 أصلحهم الله بسبب أخوهم، اللي مؤذن مسجد واللي إمام واللي حافظ كتاب الله واللي مدرس، زانت علومهم زانت دراستهم، كلهم خايفين من هذا الوضع اللي كان يحذرهم من أبوه. بعد 3 سنوات ونص تقدم الولد هذا إلى أن حافظ كتاب الله كامل. فبالتالي في حكم عندنا إذا حفظت كتاب الله تخفف العقوبة من 7 سنوات إلى النصف. صدر عليه بإطلاق سراحة. لكن أنا القصة يوم أجيبها لكم أقول شوف سبحان الله، لعل في بعض الأمور اللي الله يخصك فيها خير عظيم. صح إن هذا الولد سجن، صح إن هذا الولد سرق السيارة، صار الأذى هذا، ولكن الله له نظرة أعظم من ما ننظر لأبنائنا، لكي يصلح ال7 هذين ويكونوا صالحين في المجتمع. ربما أن هالطقة هذه في الولد هي اللي أثلجت أو خلت العيال هذين يصلحون. من هذا الباب يا أخوان أنا أقول أحيانا يصاب الآن بابتلاء في أبنائه، في ماله، في أمور ثانية، ولكن الله سبحانه وتعالى يبي يردك رد جميل إلى أمور أخرى. كثير منا ما عرف صلاة إلا لما أصيب بمرض، كثير منا ما عرف رب سبحانه وتعالى إلا لما نقص ماله، إلا لما صار عليه نقص في أمر من أمور الدنيا. شوفوهم الله يعافينا وإياكم في كثير مستشفيات أنا أجيهم أحيانا أزورهم، يقول والله إني عرفت ربي عبدت ربي حق عبادته يوم أصابني هذا المرض يا بابا، ما عاد فارق مصحفي ولا عاد ولقيت لذة ما لقيتها. الله سبحانه وتعالى يراعينا، يتابعنا، يشوفنا، إذا شاف علينا طال عمرك لفة يمين ولا يسار رجعنا بلطف. جاك انذار أول، جاك انذار ثاني، يجيك مرض، يجيك نقص مال، يجيك الله يعافينا وياك عدم إنجاب، يجيك عقوق. متى تعرف؟ اللي ترجع لله سبحانه وتعالى وتناجيه إن الله يحقق لك ما تريد. ولذلك مثل هذه القصة إنه ولد يصير عليه المشكلة هذه عشان يصلح 7. أنا أقول كل ما يصير في حياتك تدبير العزيز الحكيم. أهم شيء أنك تعمل الأسباب وتعمل الأمور اللي فيها خير لله سبحانه وتعالى، وستجد أن الله سبحانه وتعالى أرحم منك على نفسك وعلى عيالك. والله أني جيت واحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي وزرته، كان معه الله يعافينا وياكم في الغدد، يقول والله ما عمري قرأت القرآن ولا عمري سجدت لله خالص، يعني في راحة وطمأنينة أصلي مثل ما يصلون الناس. الآن يا أبو عبد العزيز إذا سجدت ما ودي أرفع جبهتي من السجود، وإذا قرأت القرآن ما ودي أقفله، وإذا قرأت أورادي أنا أحس براحة وبسعادة. هالكيماوي وهذا والله ولا قام عندي ولا قاعد. يوم شفت النعمة اللي أعطاني إياها في تدبر القرآن وقراءته والصلاة، حنا محتاجين نصل المستشفى عشان نصل هالأمور هذه كلها. القرآن موجود والمسجد موجود والصلاة موجودة، ليش ما نتلذذ فيها ونتلذذ بنعيم الله؟ من عرف الله سبحانه وتعالى في السعة عرفه ربي في الشدة.
أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير. جميل. يقول الله يطول عمرك ربما ويبارك فيك. صحة الأبدان بالعلل